السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. والاهلي بقى النهارده يعدي من مطب لعيبته القديمه، ويعدي من ماتش سيراميكا كليوباترا النهارده يعني 2-1 بشق الانفس. ومحمد مجدي قفشه بقى في مباراته رقم 200 ينقذ الاهلي من ماتش رخم جدا. ومحمد بسام بقى اللي كل ما الصراحه بشوفه واقف قدام النادي الاهلي الواحد بيتعكنن وبيعرف ان الماتش هيعقرب، لانه دايما ما بيتالقش غير في ماتشات الاهلي. بس قفشه النهارده بقى قضيه جديده، المره دي بقى بدماغه بقى مش برجله زي كل مره هو معودنا. فيعني عاش قفشه النهارده، عرفت تنقذ الاهلي النهارده بثلاث نقط مهمين جدا. ان انت ازاي تعرف تكسب حتى وانت ما بتلعبش كويس، دي حاجه الصراحه تتحسب للعيبه كويس جدا. ان انت تحافظ على يعني على مسيره الفوز، ان الفوز دايما متعودين ان الفوز دايما بيجيب فوز. فالنهارده مباراه كانت مهمه جدا للنادي الاهلي قدام فريق عنيد، ويعني ولعبته القديمه بقى ناويه يعني فاهم حالفه لا تندمنا ان هم مشيوا. النهارده احمد القندوسي الصراحه رجل المباراه الاول، يعني مش عارف هم ازاي ادوها لمحمد مجدي قفشه. جاب الجون الفوز وفي الدقيقه 91 والكلام ده كله، بس هو برده راجل نزل لعب 20 دقيقه بس. احمد القندوسي قدم 90 دقيقه الصراحه، يعني لعيب جامد جدا. وخسرناه ان هو مشي، بس احنا طبعا كلنا عارفين انه مشي عشان الحاج موديست اللي نزل النهارده قاعد بيعفر في الارض. فيعني نيجي بقى لأهم الحاجات اللي شفناها النهارده، وايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات الوحشه في الماتش النهارده. نبتدي بقى بالحاجات الحلوه اللي شفناها النهارده يعني اداء اكتر من رائع النهارده من كابتن الفريق محمد الشناوي. يعني احسن لعيب في افريقيا في السنه اللي فاتت، ويعني شال النهارده كام كوره الصراحه اثروا في نتيجه الماتش. عاشا كابتن شنو والله النهارده، يعني قدرت تحافظ على مرماك على قد ما تقدر. والنهارده يعني شفنا النهارده سيراميكا كان الصراحه كان هو الاخطر من النادي الاهلي في اغلب المباراه. شفنا هجمات كتيره جدا يمكن اكتر من النادي الاهلي، و16 تسديده النهارده على مرمى النادي الاهلي. مفيش بس غير كوره احمد القندوسي اللي جابها جون، واللي فيها لقطه غريبه جدا نيجي بقى نتكلم عليها في اللقطات الوحشه اللي هنيجي نتكلم عليها اما بقى طاهر محمد طاهر اللي يعني تحس انه اتفرمط من جديد ونزل نسخه جديده من لعيب تقيل قوي قوي قوي. يعني النهارده شفناه بيجري بسرعه، وده تاني ماتش على الصراحة، يعني تاني ماتش النهاردة. والماتش اللي فات بتاع ماتش المقاولين برضو يعني قدم أداء عالمي جدا، وبيجري بسرعة بيتحرك في كل حتة في الملعب، وبساطته بقت مظبوطة واستلاماته بقت مظبوطة. تحس انه بقى يعني اتفرمط من جديد ونزل نسخة جديدة. فعاش والله يا طاهر محمد يا طاهر، واستمر يا ابني على المستوى ده. يعني لو بالمستوى ده يعني كولر مش هيطلعك بره الملعب. فبرافو عليك ان انت عرفت تشتغل على نفسك وقفلت ودانك من الانتقادات الكتير اللي انا كنت اول واحد بقولهم. ان الناس كلها كانت بتقول ان طاهر مش مركز الموسم ده خالص ومش عارف يوقف الكوره، والكور بتطلع منه اوت من ان هو مش عارف يستلمها وكل الكلام ده. قفلت ودانك وعرفت تشتغل على نفسك صح، مش زي ناس يا عم عبد القادر اللي هنيجي برضه نتكلم عليه في الحاجات الوحشه. يعني بس النهارده بقى ندي الحق لاصحابه. طاهر محمد طاهر النهارده لتاني مباراه على التوالي يقدم مستوى ولا اروع، وشكلها تبقى بدايه جديده وصفحه جديده بيفتحها مع جماهير النادي الاهلي. نيجي بقى لكريم الدبيس، اللعيب ده يا جماعه انا معجب بيه جدا الصراحه. لعيب يجي منه كتير قوي بس محتاج ماتشات عشان يستوي اكتر. يعني بساطته حلوه جدا، بيعرف يعدي من واحد لواحد حلو جدا. اللي ينقصه شويه انا حسيت ان هو يعني مش سريع، ما عندوش تسارع بسرعه. ان كذا النهارده كذا مره الواحد يعني يحاول يجري منه يشده، وده خلاه ياخد انذار. فيعني هو بس لو اشتغل على السرعات عنده هيبقى يعني باك شمال عالمي الصراحه. يعني جسمه حتى لايق عليه ان هو يبقى باك شمال او باك يمين يعني طبعا. بس الصراحه يجي منه كتير، ومحتاجين نشوفه الفتره الجايه اكتر عشان نجيب باك شمال تاني بعد علي معلول. ولا ممكن ندي الفرصه لكريم الدبيس اللي لعيب الصراحه عاجبني جدا اداؤه، ويجي منه كتير جدا جدا بس يستوي، وهنشوف يعني باك شمال من طراز فريد للنادي الاهلي. اما بقى عن الحاجات الوحشه اللي شفناها النهارده، يعني الصراحه نص الملعب محتاج وقفه كبيره جدا من مارسيل كولر. يعني اداء الثلاث لعيبه في نص الملعب، يعني بغض النظر عن امام ان هو دايما يعني تحس ان الكره لما بتبقى في رجله تحس ان هو فعلا لعيب مختلف عن بقيه اللي حواليه. يعني عنده مهاره، عنده رؤيه حلوه جدا. بس انا بتكلم بالاخص بقى على مروان عطيه وديانج. صراحه الاتنين بعاد جدا عن مستواهم. يعني مفيش تركيز الفتره دي مع النادي الاهلي، مفيش تركيز الفتره دي خالص منهم. يعني تحس ان هم مهزوزين او يعني خلصانين بدنيا. ما شفناش فين ايام ديانج لما كنا بنقول عليه كانتي الغلابه ودبابه في نص الملعب ما بيعديش حد.
ومروان عطيه كانت بساطه، كانت يعني دي كانت اهم ميزه ليه، ان هو كان بيعرف يسلم صح ويستلم صح. النهارده بنشوف اداء يعني غريب جدا، وبقاله فتره من ساعه ماتشات الدوري الافريقي الاتنين دول يعني لما بيقعوا في المستوى كده، مستوى نص ملعب النادي الاهلي بيبقى كارثي الصراحه، وما ينفعش نصبر عليهم اكتر من كده، انت داخل على ماتشات مهمه. فيعني الصراحه مارسيلو كولر فتره التوقف الجايه دي هتبقى محتاجه يعني شغل كبير قوي مع الاتنين دول بالاخص، لان هم لازم يرجعوا في مستواهم، ويا اما لو ما رجعوش في مستواهم لازم على طول تبتدي بكوكا الصراحه. وعايزين نبتدي نشوف كريم نيدفيد، احنا رجعناه من فيوتشر كان يعني في عز تألقه، فيعني ممكن نديله فرصه اكتر من كده ان هو يبدا يخش شويه مكان ديانج، واعتقد ان هو ممكن يبقى مفيد شويه في الحته دي. ديانج انا الصراحه انا بالنسبه لي ديانج هو مركز 6، يعني مش لاقي عليه مركز 8، حاسه دايما على طول متلخبط كده في الحته دي، مش عارف واجباته زي مركز 6 كان حافظها، بيقفل ورا خط النص وبيجري على الكور وبيتوقع صح. فانا شايف ان ديانج هو مركز 6 صريح، فمركز 8 دي حاسس مكتفاه، مش قادر يطلع يعني كل الامكانيات اللي عنده. نيجي بقى لعبد القادر اللي انا مسميه دييجو ارماندو عبد القادر، الصراحه لعيب يعني بص حريف جدا، واللي هو لما تنزل انت مع صحابك تحجز لك ساعتين تلعبوا كوره تنفسوا عن نفسكم فيها، وتختار احسن لعيب في صحابك الحريف اللي بيعمل كل حاجه، بس تقعد تسب وتلعن فيه طول الساعتين ان هو قاعد بيلعب لوحده وما بيبصيش لحد. هو ده بالظبط عبد القادر بالنسبه لي، لعيب يعني حريف جدا ومشى مختلفه جدا عن بقيه الوينجات اللي عندك، بس للاسف بيلعب فردي على طول، ما بيطوعش مهارته للفريق. فالصراحه عبد القادر يعني انت لما كنت بتباصي وكنت بتجيب اسيست كنا بنقول لك يا ابن اللعيبه عبد القادر وكل الكلام ده، بس اللي انت تبقاش شايف غير نفسك، وقاعد على طول قاعد يا اما ترقص وتشوت من يعني من زوايا غريبه جدا، بتشوت وبتجرب ان انت تجيب جون مع ان كان معاك كذا زميل ليك. فالصراحه عبد القادر لازم واقفه انت كمان مع نفسك، ولازم تحس ان انت بتلعب في يعني في فريق النادي الاهلي، فريق كبير ما يستحملش ان انت تبقى النجم الاوحد، او ان انت تقعد تلعب لوحدك. انت مش محمد صلاح لما ايام كوبر كنا بنقعد نقول ده منتخب صلاح وباصي لصلاح ومالكش دعوه، لا مش احنا الفرقه دي خالص. فيعني يا ريت يا عبد القادر تلعب جماعي اكتر من كده، وهيجي منك يا ابني كتير جدا، انت لعيب حريف قوي، بس لازم تلعب لمصلحه الفريق. تاني بقى حاجه ياسر ابراهيم، والصراحه هو يعني مصمم يستفزني انا شخصيا ويستفز جماهير النادي الاهلي، اداؤه بقى غريب جدا الفتره دي الصراحه. يعني بنشوفه في اول المباراه كان في الكره اللي بالهيد حطها احمد القندوسي وجت في العارضه، يعني انت يعني واقف غلط وسبته، لما لقيت العرضيه جت وراك ما رجعتش حتى فضلت تتفرج عليها لغايه لما القندوسي طلع لوحده خالص وقدر يحطها بالهيد. والقندوسي على فكره هو مش طويل قوي، فانه يطلع يحطها بالهيد في العارضه وكنت انت المدافع اللي قدامه، فدي الصراحه حاجه غريبه جدا، اللي هو دايما ما عندوش الرياكشن السريع، دايما بيفضل يتفرج على الناس بيقعد يحلق من بعيد. فدي ما ينفعش تبقى في مدافع خالص، ممكن في واحد في خط النص زي امام عاشور حتى، ما ينفعش برضه في مروان عطيه ولا ديانج ان هم يقعدوا يحلقوا، لازم يضغطوا جامد. فالنهارده اللي نشوفها كمان من سيرد باك فدي تبقى صعبه علينا قوي. وفي كره الهدف يعني انت في كره الهدف يعني سايب القندوسي لما خدك لغايه هناك، ما تضغط عليه، حاطط بس ايدك ورا ظهرك خايف من البينالتي، اضغط عليه رخم عليه، ما تحسسوش ان هو مستريح وهو معاك كوره، ادي شاطها وانت حتى ما مدتش رجلك. فالصراحه ياسر ابراهيم يعني لا يعني كتير علينا كده الفتره دي، يا ابني ركز شويه، انت كنت احسن من كده بكتير، ولو فضلت بالمستوى ده الاهلي هيجيب مدافع تاني. احنا طبعا محتاجين مدافع تاني مع ياسر ابراهيم ومع رامي ربيعه، واحد فيهم ينافس محمد عبد المنعم. وانا شايف الصراحه ان احنا ممكن نجيب احمد بيكهام، النهارده قدم مباراه جميله جدا، لعيب حلو جدا لما بتبقى الكره في رجله وبيعرف يطلع بيها صح ما بيبرجلش. فيعني لا النهارده لو ما لقيناش مدافع كويس في الدوري المصري وقدامنا احمد بيكهام، انت عندك بند في عقده ان انت ممكن تعرف ترجعه بمبلغ معين. فانا شايف ان الاهلي اولى بولاده اللي النهارده صعبوا علينا الماتش جدا. والحاج موديس طبعا بقى الواحد زهق من الكلام عليه النهارده، يعني نقدر نقول 10 دقائق نزل 10 دقائق مش هنقدر نحكم عليه، بس هو عشان لعب 90 دقيقه الماتش المقاولين وكمل المباراه للاخر. فالراجل برده 35 سنه يا جماعه، العظمه كبيره فمحتاج ريكفري اكتر من اللعيبه الصغيره، فينزل اخر 10 دقايق يعني ما كانش فيها حاجه. لو كان نزل اخر تلت ساعه كان من ساعه الطرد اللي حصل لنادي سيراميكا كنت ممكن تنزل تضغط عليهم اكتر عشان تخلص الماتش، بس ان انت تستنى ربع ساعه كمان وتنزله. فيعني ونزل الصراحه قعد يعفر لنا في الارض، وكورتين كده عملهم بصراحه غريبه جدا، تحس ان هو كان لعيب جامد وكل حاجه، بس هو مش قادر ينفذ اللي هو عايز يعمله في دماغه، طبعا بدنيا لسه ما جهزش، فهو دي ممكن يكون ده السبب.
فبس انا شايف الصراحه ان احنا ما نصبرش عليه اكتر من كده. انت هتقعد تصبر عليه لغايه لما يبقى عنده 37 سنه ولا 36 سنه؟ يعني انا شايف ان هو كان يجي سنه واحده وشكرا، والسنه دي كان يبقى كويس، ما يبقاش لسه نقعد نأهله. اللي خدت بالي بقى منه النهارده واستغربته الصراحه بقى، النهارده الحكم كان حاسه مشدود قوي، قاعد بيدي انذارات في كل حته. بشويه كمان كان ممكن يدي يعني الجماهير انذار، فانذارات في كل حته، فاكر ان ده اللي هو اللي هيعرف يخليه يمسك الماتش. بس لا ابدا، انت كده كهربت الماتش اكتر وخليت اللعيبه تعترض عليك اكتر. يعني في اول ربع ساعه مدي كارتين لمروان عطيه وديانج، فيعني فاولات ممكن تتحسب انذار او ممكن ما تتحسبش. وجات بقى عن جون ايبوكا اللي ضرب كريم الدبيس بالكوع وخلاه ينزل دم، ما ادالوش انذار. فالصراحه حاجه غريبه جدا من الحكام الفتره دي في الدوري المصري. صراحه انا ما بحترمش غير بس هو البنا، هو الوحيد اللي بيحسسك ان هو فعلا حكم عادل، بيحسب كل حاجه شايفها وبيتحرك صح. فلا الحكام المصريين يا جماعه، يعني احنا عايزين حكام من الصين الصراحه. في النهاية يعني الحمد لله على الثلاث نقط النهارده، اديك اهو وصلت للمركز الثاني من 4 ماتشات، في غيرك لسه بيلعبوا 6 و7 ماتشات ما عرفوش يوصلوا للنقط دي. فده اهم حاجة، ان انت الحمد لله 4 ماتشات ب4 فوز، دي حاجة كويسة جدا. ادي شفنا بيراميدز خسران لغاية دلوقتي 4 نقط 5 نقط وبتاع ده، ومفيش غير الاهلي بس وزد هم اللي ما دقوش طعم الخسارة. فان شاء الله ما ندوقهاش الموسم ده، ونعمل بقى موسم يعني للتاريخ بقى، وموسم من غير هزايم خالص. فمحتاجين تركيز الفترة دي، ان الموسم ده مش موسم سهل خالص بالنسبة للنادي الاهلي، بطولات كتيرة جدا ومستويات عالية جدا. بس احلى حاجة النهاردة نرجع نقول ان انت برضو انت بتلعب وحش بتعرف الحمد لله تكسب، وقال ما تعرف تجيب رتمك العالي تاني اللي ابتديت بيه الموسم، والمستوى الهائل اللي ابتدينا بيه الموسم. كنا بنشوف ثلاثيات ورباعيات كولر، فمحتاجينها ترجع بقى ان شاء الله في الماتشات المهمة اللي جاية واللي جايين بقى. هو هنلاعب ان شاء الله الزمالك في نهائي كاس مصر، فيعني في شهر 3، فيعني هتبقى مباراة قمة نارية ما بين طرفي القمة المعتدين يعني الأهلي والزمالك. فمحتاجين نبقى في كامل قوتنا في المباراة دي. وهنشوف بقى إمام عاشور هيعمل إيه بقى في أول لقاء ليه أمام جماهير نادي الزمالك، اللي يا رب تبقى بجماهير ما يقولناش لأ بقى عشان أهلي وزمالك مش هنعمل جماهير عشان ما يبقاش في احتقان. فبالعكس انت افتح بقى الجماهير وفكك من قصة الاحتقان دي خالص. والنهارده الصراحة شفنا بقى مباراة الزمالك وبيراميدز في نص النهائي، مباراة مثيرة جدا واحداثها هي دي يا جماعة الكرة اللي نفسنا نتفرج عليها الصراحة. يعني فرقتين قاعدين كل واحد بيهاجم، ماتش مفتوح. شفنا 4 اجوان في الاكسترا تايم، شفنا طرد للمدرب وطرد لاحمد توفيق من بيراميدز. لا يعني هي دي المباراة. بس النهارده الصراحة يعني نادي بيراميدز ادى مباراة كبيرة جدا، والزمالك عرف يفلت منه النهارده. ان النهارده بيراميدز ب10 لعيبة يعني كان كسبان الزمالك مرتين 3. فلا بيراميدز فرقة تقيلة جدا وهتنافسنا جامد في الدوري، وحاسب الزمالك لا ياخدوا مكان المركز الثاني منكم. فيعني لا محتاجين تركيز الزمالك عشان يرجعوا تاني يبقى هو اهلي وزمالك. فلا يعني مباراة كانت حلوة جدا النهاردة واستمتعنا بيها كلنا. وزي ما انا قلت مستنيك اللي في بالي، وهو اللي في بالي كان نادي الزمالك. فيعني يلا هنشوف بقى ان شاء الله لقاء قمة ناري ان شاء الله. نيجي بقى للاخبار اللي استفزتني الفترة اللي فاتت، اللي عايز اعلق عليها الصراحة. يعني انا ما شفتش استفزاز اكتر من ان انت تحاول تضغط على مدرب منتخب مصر روي فيتوريا ان هو ما ياخدش اللعيبه اللي انت معاقبها وعارضها للبيع، زي ان كان فتوح ولا ان كان محمد صبحي. سيبك من مصطفى الزناري، مصطفى الزناري كده كده مش مع المنتخب ما بنشوفوش كتير. ان انت تحاول ان انت تخلي المدرب يعني ما يستفدش بلعيبه قدامه، ولعيبه كان بيعتمد عليها بالاخص احمد فتوح، عشان انت مجرد اللي انت يعني معاقبهم او واقفهم. دي حاجه الصراحه يعني دي ما انت كده ما بتبصش لمصلحه المنتخب او المصلحه العامه، انت عايز بس تفرض رايك وتخلص على اللعيبه دي بدري بدري. يعني الصراحه يعني مسلسل احمد فتوح مش هينتهي معانا غير في الصيف الظاهر، ان انا شايف بالمنظر ده هو كده مش هيجدد لنادي الزمالك، وبعيد جدا عن ان هو يقعد يتفق مع مجلس الاداره. فيعني ان كان بص مين صح ومين غلط، اديها هو يعني صندوق الاسود اتفتح له. وشوفنا فيديوهاته اللي طلعت الفتره اللي فاتت وسهراته الحمراء، الناس كتير قوي بتقول ان هي من سنه ونص سنتين، بس برضو ادي كل الحاجات دي هتطلع لك، ولسه فتوح هيطلع لك اكتر من كده، ان هم شكلهم عايزين يخلصوا عليك قبل ما تمشي. فيعني الصراحه انا مش عارف اقول ايه. ان كان فتوح لا لازم تركز بره الملعب اكتر من كده، انت يا ابني لعيب كوره ولازم تعرف ان التوفيق ده من عند ربنا، فلازم تراعي ربنا الاول بره الملعب عشان ربنا يراعيك جوه الملعب. فدي كلمتي لاحمد فتوح. والكلمه التانيه بقى للزمالك، اسلوب رخيص قوي الصراحه. لو كان منكم اللي انتوا تعملوا كده في لعيبتكم، يعني بتخلصوا عليهم بدري بدري. ما هو قال لك عليا وعلى اعدائي، مش انا بس اللي بطلع من بره المعسكر. ماشي كابالا في ماتش اسوان طلع وجاب لنا رنجه في السيخ.
يعني رنجة وفسيخ يا جماعه في لعيب الكوره قبل الماتش، يعني دي والله دي كارثه اكتر من اللي فتوح عملها. يعني لو فتوح هو بيضر نفسه، بس ان هو يجيب لنص الفريق رنجة وفسيخ قبل المباراه، يعني دي حاجه الصراحه صعبه. ولو اي حد رياضي يسمع الكلام ده يعني هيذهل من الكلام ده. فيعني واوسوريو كان بيطلع بره المعسكر برضه وبيرجع تاني يوم، فهو قال لك لا انا مش هقع لوحدي، وكل اللي كانوا بيعملوا زي هوقعهم. ان كان عبد الله جمعه اللي بيقول لك كان هو ممكن يبقى هو رئيس العصابه في القصه دي يعني، بس مش عايز اقول عصابه يعني، بس هو بيقول لك هو اللي كان من اكتر اللعيبه اللي كانت بتخرج برضه بره المعسكر. فلا يا جماعه الصراحه يعني هزل بيحصل في موضوع فتوح وموضوع ايقافات نادي الزمالك. وانا مش شايف الصراحه ان الموضوع ياخد الحجم الكبير ده قوي. لعيب غلط كان يتاخد على طول غرامه. انت على فكره نادي الزمالك محتاج فتوح، ومحتاج محمد صبحي، ومحتاج مصطفى الزناري. فانت وقفتهم وكل حاجه، بس ان انت تجمدهم دي يبقى انت عايز تمشيهم عشان او بتضغط عليهم عشان يجددوا. احنا كلنا سمعنا ان مصطفى الزناري قاعد بيقول لعبد الواحد السيد طول ما هو ماشي قدامه فين الفلوس فين الفلوس فين الفلوس. فهو شكله لعيب موظف. بس فتوح ومحمد صبحي انت بتضغط عليهم عشان يجددوا. فالصراحه انا ما بحبش الاسلوب الضغط ده. يعني حتى لو مش عارف يجدد استفيد بيه لغايه لحد ما يمشي. هو ده الاسلوب الاحترافي اللي كلنا مستنيينه من كان الاهلي او الزمالك او بيراميدز. فيعني لا يعني حاجه غريبه جدا. نيجي بقى لموضوع تاني، وموضوع الصراحة كارثة بالنسبة لي، الموضوع قصة اللعيبة اللي اتمسكت بتعمل مراهنات على نتائج مباريات الدوري المصري اللي هم مشاركين فيها. فحاجة الصراحة صعبة جدا، يعني تضارب مصالح. أول حاجة هي حرام، تاني حاجة ده تضارب مصالح. انت يعني ممكن تلعب وتأثر على نتيجة الماتش اللي انت مراهن عليه. فدي حاجة مش أخلاقية خالص إنك تعملها. وحاجة تانية بقى أنا يعني فعلا الموضوع ده أنا خدت بالي منه الموسم اللي فات، إن أنا شفت كانت دعاية جوه الماتشات في البانرز اللي حوالين الملعب، كانوا عاملين كذا إعلان للويب سايتس دي. وحاجة أنا استغربتها وقلت إحنا من إمتى بنعمل قصة المراهنات دي؟ إحنا شفنا ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الإنجليزي أدي لما اتمسك في المراهنات، ودي بلاد الفرنجة توقف 6 شهور. فمحتاجين رد قاسي من اتحاد الكورة يقول على القصة دي. فلو عجبك الفيديو انزل اخبط اللايك واعمل لنا سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.